ما الذي جاء بالرسي إلى القصر؟ ربما أخطأت يا نشوان منذ البداية. نحن في عهد الدولة الرسولية، في عهد كانت فيه اليمن قوية. لن تسقط الدولة بموت سلطانها، فهناك ولي للعهد، ومن بعده ولي عهد آخر. ليتمكن الرسي بدون جنوده القادمين من فارس أن يحطموا الدولة، إلا إذا يمين، شمال، فوق، تحت. أحسنت أيتها القطة. هوب، هيا 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 أيتها القطة، بقوة أكبر. كيف كانت ليلتك؟ أرجو ألا تكون مثلي وتمكنت من النوم. كلنا ذقنا ذات السهر. هل توصلت إلى شيء؟ كلا، وأنت؟ ما زلت أبحث حتى الآن. لقد جاء الرسي للسيطرة على الحكم، لكن كيف سيتم ذلك بينما يوجد هناك ولي للعهد قوي للدولة؟ أخي الصغير، كيف الحال يا عمار؟ أهلا أخي أحمد، أحببت أن أعرفك على نشوان صديقي. ما رأيك بدولتنا يا نشوان؟ جميلة، قوية، لولا عدم وجود الكثير من أولياء الله، لو أنهم حولنا لأصبحنا أكثر سعادة، أكثر مرحا. أي حياة لولا أولياء الله. حي! ما بال أحمد؟ ليس بالعادة كهذا، يمشي مترنحا مهزوزا. ومن أولياء الله الذين يذكرهم؟ يريد الرسي إضعاف المملكة عبر إضعاف حكامها. يجب أن أخبر والدي. ليس الآن، كما أن والدك مريض. يجب أن نعرف أولاً الوسيلة التي يستخدمها لغسل دماغه. أين تقع غرفة الرسي؟ سأدلك عليها، اتبعني. عليك يا عزيزتي بتمارين الخصر. لا تكون الأنثى أنثى إلا إذا امتلكت خصراً. 1 2 3 4 1 2 3 4. ما هذه الرائحة الغريبة؟ كما توقعت، نبتة الخشخاش. هل تقصد تلك النبتة التي كان يستخدمها الحشاشون؟ للأسف استخدمها الرسي وأبناؤه وأعوانه عبر مئات السنين، وما زالوا يبحثون عن كافة الطرق لإذهاب عقل اليمنيين. وما الذي يجب علينا فعله الآن؟ وجدتها! حسناً، سيكون كل شيء جاهزاً بعد ساعة من الآن. لكن إن كانت تجربة علمية، لما لا تشاركاني بها؟ حتى نتأكد من صحتها في البدء. أنت صديق الدراجة، أليس كذلك؟ كنت أود لو تخبرها بأني أريدها لأجري بحثاً صغيراً. كنت نسيت إجراءه سابقاً. بالتأكيد سأخبرها بذلك، وستكون سعيدة بالعودة إلى هنا. هيا إلي بنكتة أخرى. لم أجعلكم وزراء لتكونوا بهذا التجهم. ليس مرة أخرى يا نشوان. اذهبا ونفذا أوامر الطبيب. أريد رأس هذا النشوان أمامي على طبق من فضة بأسرع وقت ممكن. أحسنت، لكن هل أنت واثق من الحراس الذين اخترتهم؟ تمام الثقة. على بركة الله. أهلا يا نشوان، لم أتوقع أن ألتقي بك هنا، لكن الصدف الجميلة دوما تجمعنا. ما الذي تريده منا يا رسي؟ هل أصبح مجرد التنزه جرما تلاحقني لأجله؟ يبدو أنه لا يعرف سبب مجيئنا. لا علاقة لي بما يحدث. يبدو أنك أغضبت ولي العهد ليأمر بقطع رأسك حالا. أيها المجرم، إنك
لن يمسهما أحدكم بأذى. لكنها أوامر ولي العهد، قطع رأسه ماء نجدة. وجهي وجهي، ابتعدي عني أيتها القطة الشريرة. اهرب يا نشوان، اهرب قبل أن يمسكك الحراس. ماذا عن الخطة؟ اطمئن، لقد أعددنا مسبقاً كل شيء. ابتعد الآن يا صديقي. لن أنساك يا صديقي، كن بخير. لا بأس، ابتعادك سيكون أفضل حتى أتم مهمتي على أكمل وجه. لا تخف يا صديقي، لن أسمح بضياع الدولة الرسولية ما دمت حياً. ما بال مولاي؟ لا أعرف ما الذي يحدث لي. جاءني عمار باكيا لمحاولة إعدام صديقه نشوان. لا أتذكر أنني أصدرت مثل هذا الأمر. لماذا أعدم طفلاً؟ الأيام تبدو غريبة لي يا رسي. كرهوك كثر يا مولاي. لا تنس أنك ولي العهد، والجميع يتمنى لو أنه مكانك. يبدو أنه يجب علي إعداد جلسة استشفائية جديدة. أجل، أرجوك يا رسي، أريد أن أسترد وعي، كما أني أشعر بصداع شديد. يا ولي الله، يا ولي الله. ولي الله، ولي الله الذي يريد الخير لمملكتك حي. فما يحدث فيها مخالفا لأمر الله. حي. العلم، الثقافة، الفن، كل ذلك مخالف لما يريد أولياء الله. أولياء الله الذين لهم الحق بالحكم، لكنكم زورا استوليتم عليه. حي. وماذا أيضا يا ولي الله؟ الكثير يا أحمد، عليك فعل الكثير لإرضاء ولي الله. حي. ألا تشعر بالحر يا ولي الله؟ إنها الجنة، الجنة يا ولي الله. حي. إنهما ساحران يا أخي، لا تصدق ما يتفوهان به. لا أعرف كيف انقضت إليهما في الأيام السابقة. كانوا يضعون لك نبات الخشخاش فتفقد وعيك وتنساق إليهما، فأبدلته بمادة الحناء وبعض الأعشاب غير الضارة، كما كانوا يسقون وليد الماء بعد أن منعوا عنه الدواء. أوغاد، لن أنسى ما كدتما أن توقعان به. أيها الحراس، اجلدوا كلا منهما 100 جلدة واطردوهما خارج المملكة، وإن رأى أحدكم أثرا لهما فاقطعوا رأسيهما. مولاي، لو سمعت المزيد سأقطع رأسكما حالا. ألن تخبرني الآن سبب تأكدك من نجاح خطتك؟ لأن أحمد تولى الحكم كما قالت الكتب لمدة 26 عاماً، وامتازت دولته بإقامة العدل وازدهار العلوم فيها. لكن هل تعرفين لماذا أشعر بالحزن؟ لماذا؟ لأن أحد العلماء أخبرني أنه نسي القيام ببعض الفحوصات لك. أيها الولد الشرير! ها قد عدنا يا نشوان، هل تأخرنا عليك؟ لا بأس يا أمي، قضيت وقتاً لطيفاً في كتاب الدولة الرسولية. نشوان هيا انطلق بحثاً عن الأسرار، ولا تبالي
كرتوني. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يا أصدقاء.